السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك خالد النجار من مصر. النهاردة يا جماعة افرحوا بقى، افرحوا جدا، لأن النهاردة هشرح حاجة منتظرينها من زمان، وهي الماضي البسيط. الماضي البسيط أو داس بريتريتوم، أو إيه داس بريتريتوم؟ يعني إيه داس بريتريتوم يا خالد؟ يعني الماضي البسيط أو الباست في اللغة الإنجليزية. طيب، معناه ايه؟ معناه بغيترتون في اللغة الألمانية. بيستخدم لإيه؟ تعبر عن حاجة حصلت وانتهت خلاص ملهاش أثر. بتعبر عن حاجة خلصت خلاص وملهاش أثر، انتهت تماما، زي زمن وخلاص، عدى وراح. تمام. يعني خلاصة الموضوع ايه؟ أنا دلوقتي سؤال عندي: امتى أعبر بالبرفكت وامتى اعبر بالبريتيرتوم؟ بريتيريتوم. هديك كلمتين ورد غطاهم. ايه هم؟ ان البريتيرتوم ده اللي على ايدك اليمين يستخدم في اللغة المكتوبة بالالماني، يعني geschriebene Sprache. geschriebene Sprache. طبعا في استثناءات بسيطة. البيرفكت اللي هو البارتيسيب بيرفكت، الماضي التام، بيستخدم في اللغة المحكية أو الgesprochene Sprache. gesprochene Sprache، عشان ده سؤال العصر. امتى استخدم ريتيرتوم وامتى استخدم بيرفكت؟ يعني كل الكلام المحكي استخدم فيه البيرفكت، وكل الكلام المكتوب استخدم فيه البريتيرتوم. وده ملخص بسيط، بس بالتفصيل هنعرف بعدين بيمشي ازاي. مثال للبرفكت: er hat den Minister getroffen. هو قابل الوزير. طيب، بتتقال ازاي في البريتيرتوم؟ er traf den Minister. er traf den Minister. شفتوا؟ تغفن اللي هي يقابل بقت ايه؟ في البرفكت هابن مصرف مع اير، زاد التصريف التالت الفعل موجود في نهاية الجملة، ودي الصورة اللي بيظهر عليها صيغة البرفكت أو زمن الماضي التام أو البرفكت. الله، ده أنا قربت دلوقتي أحكي على أي زمن في الماضي من غير ما اتلخبط. اتغاف دين مينستر، هو قابل الوزير. شفتوا البريترتوم ده بسيط جدا والله، ده كلمة واحدة، ولا هابن ولا زين ولا بيرفكت في الآخر، بس بشرط بيستخدم في اللغة المكتوبة وفي الإذاعة. يعني لما تلاقي مذيعة كده بتتكلم في الماضي هتستخدم البريتيرتوم. طيب، إذا خرجت بره الاستوديو وقابلت زميلها ومعاها زمن في الماضي، هتحكي لزميلها الزمن ده في البرفكت ولا البريتيرتوم؟ هتحكي في البرفكت. يبقى جوه الاستوديو لما تقول النشرة هتستخدم البريتيرتوم، وبره الاستوديو مع زميلها وزملائها هتستخدم البيرفكت، او في البيت مع باباها او مامتها وسط الجيران، يعني اللغة الايه المحكية بالبيرفكت، واللغة المكتوبة في البريتيرتوم. طيب، احيانا بلاقي الكلمات دي جسترن يعني امس، فوجستن يعني اول امبارح او الامس، فوها في وقت سابق. خلي بالكم الحلقة دي مهمة جدا لجميع المستويات، حلقة مهمة بجميع المستويات. دامالس زمان أو آنذاك. letzt بتساوي last. letzt الماضي زي letztes Jahr. letztes Jahr السنة اللي فاتت. طيب، تاريخ عدى زي 1945 أو 1955، أو أي تاريخ عدى قديم استخدم معاه الإيه؟ يفضل، أو براحتك خالص استخدم معاه الإيه؟ البريتيرتوم. يعني
يفضل في المرتبة الأولى إن أنت تستخدم البريتريتوم مع الكلمات دي. أهو اديتك علامات عشان تستخدم معاها الإيه البريتريتوم. تعبر عن الماضي وتستخدم في الجملة مع الماضي البسيط. تاني gestern vorgestern früher damals letzte 1955 1978 1965 1900. كل ده تواريخ عدت وانقضى، يبقى تستخدم معاه das Präteritum أو الماضي البسيط. Beispiele أمثلة. Ich trank eine في مثال هجيبه لكم بالدويتش ومثال وبايسبيل noch ein Beispiel in Englisch. Ich trank eine Tasse Kaffee. Ich trank eine Tasse Kaffee يعني أنا شربت فنجان قهوة. طبعا ده بالإيه بالإنجلش اللي تحت شفتوا هنا trinken trank trinken trank getrunken. Ich noch ein Beispiel. Ich aß einen Apfel. Ich aß einen Apfel يعني أنا كلت تفاحة. أنا كلت تفاحة. هنا طبعا أس اللي هو essen في المصدر. essen aß gegessen. essen aß gegessen. يا سلام على الموسيقى. ايه التفاؤل ده، ايه اليوم الجميل ده، ايه اللحظات الحلوة دي. essen aß gegessen. تمام. أبفل يعني طبعا تفاحة، واللي هنا einen عشان أكوزاتيف. Ich sang ein Lied. Ich sang ein Lied. ليد يعني ليد يعني أغنية. نفتكر كلمة وليد هنشيل الوا يفضل ليد. الحلاوة دي وليد وشيلها ليد يعني أغنية وأداتها das. Ich sang ein Lied. أنا غنيت أغنية. singen sang gesungen. singen sang gesungen يغني. sing sang gesungen. Ich ging einkaufen. Ich ging einkaufen. Ich ging einkaufen. أنا كنت بتسوق. أنا رحت أو ذهبت للتسوق. Ich ging einkaufen. Gehen ging gegangen. Gehen ging gegangen. Gehen ging gegangen. حلوة. طيب اظهروا مهاراتكم وإبداعاتكم في هذا المثال وتكتبوه لي ايه في كومنتار يعني كومنت. حلو. اكتب الحل في تعليق تبقى بطل لو عرفت الحل. الجملة هنا اصلا معناها ايه؟ الماتش انتهى 3-0. الماتش das Spiel 3-0 aus. ايه اللي بيجي مع اوس هنا؟ اللي هو معناها ايه بقى؟ هجيبها اهو يعني فعل ausgehen معناها ايه؟ ينتهي يعني او يخرج للنزهة، بس مع الفترة او الماتش او المدة يبقى انتهى. das Spiel 3-0 aus. متنسوش يا جماعة بعد الحلقة الجميلة دي، وده الجزء الأول. ده الجزء الأول من البريتون. البريتون كبير. متنسوش تعملوا لايك وشير، ويا ريت تشغلوا جرس التنبيه عشان يخبط عليك الفيديو يقول لك اصحى ده في فيديو جديد. وما تنسونيش من دعوة حلوة. كان معكم خالد النجار بالسومزك مال تشوس.